أهلا وسهلا بيكم من مطبخ شطة وكمون. النهاردة هنعمل وصفة للمكرونة البشاميل بس بطريقة تحفة وجميلة وهتعجب كل اللي ياكلها من إيدك. هنعملها بالكبدة. طبعا الكل هيستغرب إن بالكبدة طعمها يبقى فيه زفارة وكده، بس لأ، بطريقتي صدقوني جربوها هتبقى أحسن من طعم اللحمة والفراخ. المكونات قدامنا هي على الشاشة، بس إن شاء الله هنعيدها تاني كلها وإحنا بنعمل مع بعض. دي بقية المكونات عشان الكاميرا مش جايباها كويس، معلش الصورة مهزوزة مني بس عشان أنا بصور بإيدي بس وبشتغل بالتانية عادي. فهنبدأ مع بعض دلوقتي. طاسة على النار هننزل فيها بالقوانص ونشوحها لحد ما تنزل الدهون اللي فيها، وهننزل بعدها البصلتين الكبار مقطعين مكعبات ونشوح فيهم شوية لحد ما يدبل شوية البصل. وهنا الحلة التانية على النار جنبنا بنعمل فيها المكرونة عشان يبقى كله تحت السيطرة واحنا بنعمل. نزلنا على البصل المكعبات بجزر مكعبات برضو، جزر واحدة كفاية. هنشوح فيها شوية لحد ما تدبل عشان ما تاخدش سوا كتير. وبعد كده ننزل بحبية طماطم فوقيها، نشوحها سنة بسيطة بس. وبعد كده هننزل عليها بالكبدة. الكبدة بتاعتنا ننزل بيها دلوقتي. معلش أنا تبلتها قبل الفيديو وقبل ما أصور والفيديو اتمسح مني. هنتبلها بثوم وكزبرة وفلفل وكمون. هنا نزلنا بالفلفل الأخضر والألوان يعتبر معانا، وننزل بمعلقة هريسة شطة، دي أهم تركية فيها برضو، هريسة شطة ومعلقة دبس رمان، لأن احنا كده خلاص الكبدة بتاعتنا استوت. هننزل كمان بعصرة ليمون في الآخر اهي. واهم حاجه بقى في الكبده انك ما تعمليش الكبده بزيت خالص، مكعب زبده او معلقه دهن حيواني من اللي عندك من البيت، لان الزيت بيبين الزفاره بتاع الكبده قوي. وطبعا هريسه الشطه ودبس الرمان والليمون بنقولها في حته تانية خالص. وهنا جنبنا حله تانية على النار هنعمل البشاميل بتاعنا. هننزل ده البشاميل على دقيق على زبده. هننزل بلتر حليب معاه. وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا. هنا التوابل مكعب مرقة دجاج، مثلثين جبنة كريمي وكمون و7 بهارات وكزبرة ناشفة. هننزل بيهم ونقلب لحد ما يدوبوا مع بعض. وهنا دي معلقة فلفل أسمر أنا كنت نسيها، ضفناها ونقلب لحد البشاميل خلاص ما يستوي. واحنا هنا كده خلاص نص المكرونة بقى. كبشة بشاميل محترمة في عرض الصينية، في قاع الصينية من تحت. وهنا رصينا المكرونة وعليها طبقة الكبدة. وهنا خلاص خلصناها، ودي مكعبات زبدة بلدي هتودي الطعم في حتة تانية خالص. وندخلها الفرن ونرجع نشوف بعد ما طلعت من الفرن اهي. والله التصوير ظالمها لان هي كان طعمها وشكلها تحفة، بس الإضاءة عندي مش حلوة قوي. اهي بطاطس محمرة وطبق سلطة وبالهنا والشفا. جربوها بطريقتي وهتدعوا لي، وإن شاء الله هتعجبكم كلكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.